اليوم غادي نهضروا على تاثير القهوه في الجسم. اولا القهوه الشريك ديالك في الصباح، كتزيد لك في التركيز واليقظه بفضل الكافيين وحفيز طبيعي. كيفاش؟ كتبلوكي واحد الريسبتور في الدماغ اللي كيستقبلوا الادينوزين، وهذا الاخر هي اللي كتجيب لك الرخيه والنعاس. ولكن من الاحسن تشرب القهوه ديالك حتى لجويه 10 على 10 ونص، لان قبل كيكون عندك هرمون الكورتيزول طالع. ثانيا كتشعل النار في لاكار، الميتابوليزم ديالك كيطلع والجسم كيولي يحرق السعرات الحراريه بالزربه، فهي نوعا ما مدرب ديالك الخاص في الكاس. في نفس النطاق هي كتحفز هرمون الادرينالين، كما ان الدراسات كتوري بلي القهوه كتلعب كذلك دور ديال الكارد كور ديالك، حيث انها كتنقص من خطر الامراض العصبيه كالالزهايمر والباركنسون، انها كتحسن من القدرات العقليه. ولكن هذا القهوه يمكن لها تخلي القلب ديالك يدق بحال شي طبال ديال الميطال، والطونسيون يطلع غير هو بصفه مؤقته وبدون خطر على الناس اللي في الصحه جيده، وتقدر تبقى غادي جاي للطواليت لان عندها مفعول المدير للبول. كختام الفيديو، المنظمه العالميه للصحه كتنصح انك ما تفوتش 400 ملغ ديال الكافيين في النهار، اللي هي تقريبا 4 ديال لي طاس ديال القهوه بالفلتر. اسبريسو غالبا كيكون فيها 80 ملغ في كل 4 سنتيلتر. الاشخاص اللي عندهم بعض الامراض او النساء الحوامل ما خصهمش يفوتوا 200 ملغ في النهار. المفتاح ديال كل حاجه في الحياه راكم عارفينه، الوسطيه والاعتدال. نتلاقاو في الفيديو الجاي من اجل معلومه في سبيطار الحومه.